مساء الفل على بتوع الكورة وماتش الهلال وفلامينجو البرازيلي اللي انتهى بنتيجة 3-2 لصالح الهلال منافس النادي الأهلي في نهائي كأس العالم للأندية. ابتدى الشوط الأول بحماس وضغط عالي من الهلال، نتج عنه ضربة جزاء في أول دقيقتين، وكان في لقطة مش لطيفة ما بين سالم الدوسري وماريجا. وبعد 5 دقايق تراجع كل لعيبه الهلال تقريبا بتعليمات من رامون دياز. ابتدى لعيبه فلامينجو يدخلوا في الماتش وياخدوا الثقه ويلعبوا لعبهم، وكان في تراجع غير مبرر من لعيبه الهلال، كلهم كانوا تحت الكوره. وفعلا في الدقيقه 20 بيحرز بيدرو هدف التعادل. رامون دياز بعد الهدف الاول تراجع بشكل مبالغ فيه، لدرجه ان الشوط الاول نفسه خلص بدون ولا تسديده على مرمى فلامينجو البرازيلي. وطول الشوط الاول كان في علامات استفهام على اداء الهلال، فين الهلال ما بيلعبش ليه؟ كان في نقط ظاهره زي ان كاريو راجع من اصابه ولعبته اساسي، ان ماريجا بتلعبه جناح وقتله خالص هو مركزه فيرويد اساسا. بس المفاجاه والهديه من عند ربنا في الدقيقه 7 من الوقت بدل الضايع في الشوط الاول ضربه جزاء للهلال ثانيه عشان يسجلوا هدف ويطرد لعيب من فلامينجو ويغير مجرى المباراه تماما. ندخل في الشوط الثاني ورامون دياز بنفس التراجع اللي نهى بيه الشوط الاول، حتى وفلامينجو مطرود منهم لعيب، بس تقريبا هنا كان بيراهن على ان المخزون البدني بتاع فلامينجو هينقص تماما وهيقدر يلعب عليهم على المرتدات ويروح كتير، وده فعلا حصل في نهايه الشوط الثاني. الدقيقه 60 رامون دياز ابتدى يعمل تغييراته وخرج ايجالو ونزل ميشيل وودى ماريجا على مركزه الاساسي على مركز المهاجم. وفعلا اول كره لماريجا وهو مهاجم نتج عنها خطوره وجت في العرض، وكانت اول خطوره مباشره على مرمى فلامينجو. وفي الدقيقه 70 جه الجون الثالث اللي قضى على الماتش تماما وموت لعيبه فلامينجو نفسيا، وابتدت بقى المهارات والاستعراضات وسالم الدوسري والقطايف واللطايف والحلويات. وابتدى لعيبه الهلال يباصوا كتير، ما بيحاولوش يروحوا على الجون، بيحاولوا يوفروا المجهود لماتش النهائي. بس حابب اتكلم على لعيب بعينه وهو سالم الدوسري، اللي كان ميشيل بياخد الكوره عايز يعفرط ويجري بالكوره، وكان سالم الدوسري بياخدها منه ويهدي اللعب. وهنا الفرق ما بين لعيب كبير ولعيب عادي. عايزكم تكتبوا لي في التعليقات توقعاتكم الاهلي هيعمل ايه مع الهلال في النهائي. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه ولايك وكومنتات وشير، واشوفكم الماتش الجاي على خير.